السلام عليكم. أهلا بيكم في فيديو جديد، ولو أول مرة تتابع القناة يا ريت تنزل تشترك في القناة دلوقتي وتتابع معايا السلسلة دي، لأنها إن شاء الله كفيلة إنها تغير حياتك. واللي أول مرة يتفرج عليا فدي سلسلة نجاح 25 عن طريق صناعة المحتوى. ده الفيديو الثالث في السلسلة بتاعة صناعة المحتوى، فلو انت أول مرة تتفرج عليا روح واتفرج على الفيديوهين التانيين عشان تعرف تربط الكلام ببعضه. أغلب الناس يا معلم مشكلتها إنها مشتتة ومش عارفة الطريق اللي تمشي فيه، فهي شوية تفكر في العمل الحر، لا صناعة المحتوى، لا الدروب شيبينج، وهكذا، وفي الآخر ما بيعملش أي حاجة منهم. وهي دي المشكلة الكبيرة، يحط العيب على صانع المحتوى اللي بيقدمه له أو في الطريقة، ويقول لك إن العملية دي كلها نصب يا معلم. هي دي المشكلة، إن أنت مش قادر تركز في حاجة واحدة بس وتحط فيها كل تركيزك وكل مجهودك عشان تطلع منها بنتيجة. الفكرة كلها إن أنت عايز تحط تركيزك في حاجة واحدة بس وتمشي فيها للآخر، وهو ده اللي أنا عايزك تطلع بيه من الفيديو ده. وفي آخر الفيديو فيه مفاجأة جبارة، فكمل معايا الفيديو للآخر عشان إن شاء الله المفاجأة دي تبقى كفيلة إنها تسهل عليك الطريق على الآخر. فركز معايا في صناعة المحتوى خلال السلسلة دي، عشان إن شاء الله في آخر الفيديوهات بتاعتنا هنكون حققنا أول أرباحنا من صناعة المحتوى. وخليك فاكر كويس إن أنا همشي معاك للآخر لحد ما أنت إن شاء الله تحقق ربح من صناعة المحتوى. أنا جاي أوريك الفرصة اللي أنت ممكن تحقق منها ربح، وقد إيه الفرصة حجمها كبير وسهلة إن شاء الله، لمجرد بس شغل من 3 ل 6 شهور بجد وتركيز بأمر الله هتحقق ربح. وهو ده السر، إن لو عقلك مش مصدق إن أنت تقدر تنجح وتحقق ربح من الطريقة اللي أنا هقولها لك دي، صدقني لو معاك أدوات، أحسن أدوات في الدنيا، لو معاك أحسن تيم في الدنيا، لو عقلك مش مصدق أنت مش هتعمل حاجة. أنا دلوقتي هوريك قنوات وأمثلة لقنوات بتحقق ربح في نيتش مختلفة أو محتويات مختلفة، وقد إيه بيحققوا الربح، وقد إيه بيجيبوا مشاهدات، وقد إيه المحتوى وصناعة المحتوى بدون الظهور على الوجه بتحقق أرباح. وهسيب لك في وصف الفيديو شيت فيه أكتر من 260 قناة تقدر تتفرج عليهم، ومجالات مختلفة، بحيث إن أنت تقدر تحدد هدفك وتحدد المجال اللي أنت عايز تشتغل فيه. في مجالات كتير ممكن تتكلم فيها، زي نيتش الخاص بالتكنولوجيا، لا ملخصات الافلام، ملخصات الكتب، الرياضه، الفتنس، السفر، السيارات، نيتش كتير، ودوت اللي انا هبقى سايبه لك في وصف الفيديو في المحتوى، وانت تقدر تدور كتير. خليني دلوقتي بس اديك 3 4 امثله واوريك قد ايه الربح من الحاجات دي، او من ان بعض النيتشات دي بيبقى قد ايه كبير، وقد ايه الموضوع ان شاء الله بسيط، وده اللي احنا هنتعلمه قدام. وخلي بالك انا جايب لك كل الامثله عربيه وقنوات عربيه او مصريه، عشان تبقى مصدق ان الناس بتعمل القنوات دي وبتحقق ارباح، وهوريك بعينك الارباح قد ايه. القناه دي اسمها قناه تكنولوجيا المستقبل، القناه دي مصريه، قناه جديده بقى لها حوالي سنه بس شغاله، بتعمل حوالي 218 الف مشاهده في الشهر. تمام، 218 ألف مشاهدة في الشهر ده رقم صغير تقدر تحققه لو أنت بترفع كل يوم فيديو. ممكن في خلال شهر شهرين تبدأ تكون بتحقق الرقم ده إن شاء الله. كل اللي عليك انك ترفع بانتظام زي ما اتفقنا من 3 ل 6 شهور شغل منتظم، بامر الله توصل للنتائج اللي زي دي. طيب خلينا نقول لك بقى ان 218 الف دول بيحققوا حوالي 1000 دولار شهريا. 1000 دولار شهريا في مصدر ربح واحد، يعني الراجل ده كده بيكسب حوالي 1000 دولار شهريا من اعلانات اليوتيوب بس. اللي هو بنقول بيكسب من افيلييت، بيكسب من بيع اي منتجات، ما بيقولش اي حاجه. انا بقول انه بيكسب 1000 دولار من الاعلانات بتاعه اليوتيوب بس. فلك أن تتخيل إن قناة جديدة بقالها سنة بتكسب 1000 دولار. أعتقد الرقم ده يقدر يغير حياة ناس كتير قوي، إن الرقم 1000 دولار يبقى دخله الشهري. خلينا أديك مثال تاني عن التكنولوجيا، ودي قناة أكبر شوية اسمها هل تعلم علوم وتكنولوجيا. القناة دي بتحقق في الشهر حوالي 1.5 مليون مشاهدة، بس بتحقق كام بقى ربح؟ تقريبا حوالي 7000 دولار في الشهر. 7000 دولار في الشهر اضرب يا معلم، لو انت من مصر في 50 يعني بتتكلم في حوالي 350 ألف جنيه. فالرقم ده في الشهر، الرقم ده كفيل انه يغير حياتك بالكامل لو انت بتعمل 1.5 مليون مشاهدة في المجال ده، المجال بتاع التكنولوجيا. خلينا اديك مثال تاني بره التكنولوجيا واوريك قناة تانية اسمها بلا بلا. القناة دي بتشتغل على الافلام الرعب والمشاهد المرعبة. كل اللي هو بيعمله هو لا بيصور مشاهد ولا بيعمل حاجة، هو بيجيب بعض المشاهد من فيديوهات تانية موجودة على الانترنت او على اليوتيوب، وبيبدأ يجمع المشاهد دي ويحط عليها التعليق الصوتي بتاعه، ويرفع الفيديوهات تاني ويبدأ يحقق مشاهدات. القناة دي بتحقق مشاهدات مرعبة اقسم بالله، وما فيهاش اي مجهود وما فيهاش اي، يعني عايز اقول لك ان الفيديوهات حتى جودتها مش عالية،
عاليه ولا اي حاجه، لكن في الاخر بيحقق ارباح شكلها ايه. تعال اقول لك الارباح بتاعته شكلها ايه دلوقتي. الراجل ده بيعمل حوالي 1.5 مليون مشاهده. تتخيل ان الفيديو اللي انا وريته لك او الفيديوهات اللي انت شفتها دي بتحقق 1.5 مليون مشاهده في الشهر، بيعمل حوالي 6 مليون جنيه، 6000 دولار في الشهر، 6000 دولار في الشهر، من مجرد ان هو بيجمع شويه فيديوهات وبيحط عليها تعليق صوتي وبيبدا يرفع الفيديوهات دي على اليوتيوب، بيحقق 6000 دولار في الشهر. فانت الموضوع بس انا بفرجك عشان تبدا تستوعب الموضوع ماشي ازاي. استوعب معايا الموضوع ماشي ازاي. الموضوع بسيط، وانا بوريك امثله في مجالات مختلفه عشان تبدا دماغك تشتغل وتبدا تحط دماغك في النيتش اللي انت عايز تشتغل فيه واللي ان شاء الله تحقق منه ربح. خليني بقى اوريك نيتش كمان ومن النيتشات المشهورة، وهو ملخصات الأفلام. ملخصات الأفلام، القناة دي اسمها فيلم في الخمسينة. القناة دي بتعمل ملخصات أفلام ومسلسلات عربي إنجليزي. كل اللي بيعمله إن هو بيعمل تعليق صوتي وعليها أجزاء أو مقاطع من الفيلم أو المسلسل اللي هو بيلخصه، وبيرفع الفيديو. عايز أقول لك بتجيب ملايين المشاهدات في الفيديو الواحد، ملايين المشاهدات. المحتوى ده منتشر وناس كتيرة بتشتغل عليه وناس كتيرة بتحقق منه أرباح مهولة. هو في مشكلة واحدة إن هو بس يعني عايز احترافية شوية في المونتاج عشان حقوق الطبع والنشر، ودي حاجه هعلمها لك في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. القناه دي بتحقق ارباح قد ايه؟ تعالى يا معلم اوريك القناه دي بتحقق ارباح شكلها ايه. القناه دي بتعمل 29 مليون مشاهده في الشهر. 29 مليون مشاهده في الشهر قصادهم 117 ألف دولار. أنا عايزك بس تصدق إن الأرقام دي بتتحقق، مش أنا اللي بقولها، الأرقام دي قدامك هي على الشاشة. الأرقام دي بتتحقق شهريا من القناة، من قناة واحدة على اليوتيوب. 117 ألف دولار من قناة واحدة على اليوتيوب. أنا عايزك تصدق إن الموضوع يستاهل ويستاهل التعب، وفعلا ممكن يغير حياتك 180 درجة. فأنا عايزك تشوف الأرقام. أنا ده الهدف، أنا بوريك الأرقام عشان تصدق، لأن قلت لك لو عقلك ما صدقش إن أنت تقدر تحقق الكلام ده ما تعملش حاجة. فكل اللي بعمله دلوقتي معاك ان انا بخليك عقلك يصدق ان القنوات دي، انك ممكن بقناه واحده تغير فعلا حياتك. خلينا اديك المثال الاخير ودوت مثال الفتنس او الرياضه. القناه دي يا معلم كل اللي هي بتعمله من الاخر ان هي بتجيب، خلينا اورينا القناه. هقول لك القناه بتعمل ايه. القناه بتجيب فيديوهات او مقاطع من ناس بتتدرب وبيقول لك ان التمرينه دي بتلعب على العضله الفلانيه، بتعمل تكسير على العضله الفلانيه. التمرينه دي لو عملتها كذا مره ده الاكسرسايز 1، ده اكسرسايز 2، قبل وبعد هيبقى الوضع عامل ازاي، وبيوريك التحرك هيبقى في انهي عضله. كلها فيديوهات موجوده على الانترنت. هو كل اللي بيعمله انه بيعمل لها تجميع ويحط عليها التعليق الصوتي بتاعه ويبدا يرفع الفيديوهات ويحقق ارباح. ارباح القناه دي ماشيه ازاي؟ أرباح القناة دي بيعمل حوالي 700 ألف مشاهدة في الشهر، بيعمل حوالي 3000 دولار في الشهر يا معلم. 3000 دولار في الشهر قصاد 700 ألف مشاهدة. والله العظيم الأرقام دي لو أنت ملتزم وبترفع فيديوهات بشكل يومي، الأرقام دي سهلة جدا إنك تحققها. كل اللي أنا بعمله دلوقتي بس إني بحاول أبرمج لك دماغك وأوريك السكة اللي أنت ممكن تمشي فيها وقد إيه السكة دي ممكن تكسبك. انا قلت لك من اول الفيديو ان في مفاجاه انا عاملها لك في اخر الفيديو. ايه المفاجاه اللي انا عاملها لك؟ وكل شويه اقول لك واحمسك انك تسمعها. لو انت كملت معايا في الفيديو ده فهنيك انت ممكن تكون من 5 افراد ان شاء الله هختارهم عشان امشي معاهم السكه من A to Z. يعني ايه من A to Z؟ يعني هخطط معاك القناه بتاعتك، هنحدد النيتش سوا، هنحط المحتوى سوا، هنعمل كل حاجه انت عايزها سوا ان شاء الله لحد ما تحقق ربح. الخمسه دول انا همشي معاهم خطوه بخطوه للاخر لحد ما يحققوا ربح. ايه اللي يخليني اعمل كده؟ عشان يبقى قدام الناس كلها في 5 افراد شايفاهم وهم بيمشوا الخطوات وبتحقق نجاح ومكسب ان شاء الله. وتبقى خلال الناس دي وهي شغاله يبقى الناس بتتابع معايا وبتتابع معاهم بحيث يمشوا على نفس الخطوات، ويبقى الموضوع معمول قدامهم عملي وبيحقق نجاح ويبقوا شايفين الموضوع ماشي ازاي. انا كده خلصت الفيديو، ولو انت انبسطت من الفيديو وفهمت اللي انا طالبه منك اعمل لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفاد. وشكرا، سلام.